حاجات كتير جدا لها علاقه بامراض الدم. يعني مثلا في مصر هنا عندنا مرض مشهور جدا هو انيميا البحر الابيض المتوسط اللي هو الثلاسيميا. حاجات لها علاقه بالعضلات وضمور العضلات، حاجات لها علاقه بامراض وراثيه ثانيه كتير. جواز القرايب في مصر بينتج عنه حتى حمى البحر الابيض المتوسط بينتج عنه امراض مشهوره جدا في مصر ودارجه جدا. يمكن عشان كده يستحب جدا او الشخصين قرايب هيتجوزوا انهم يزوروا مركز الوراثه او دكتور الوراثه عشان يشوفوا ايه الخطوره اللي ممكن تحصل في الحمل بعد كده، وايه الامراض اللي ممكن الطفل تجيله بعد الجواز. يعني اي مرض لازم يبقى اصله جين خلاص، انما مش كل مرض بيبقى اصله وراثي. يعني ايه؟ يعني اي مشكله او اي مرض بيبقى فيه مشكله في الجين المسؤول عن حدوث المرض، انما هل هو بيورث ولا لا؟ مش شرط. الامراض الوراثيه بتبقى لها خصوصيه، بتتورث بطريقه معينه. كل مرض وراثي هو مرض جيني، لكن ليس كل مرض جيني هو مرض وراثي. يعني كل مرض وراثي بيتورث، مش كل مرض جيني بيتورث.